ليلي والأسد. كان هناك تاجر ولديه 3 بنات. في إحدى رحلاته سأل كل منهن قبل أن يذهب عن الهدية التي تتمنى أن يحضرها لها. تمنت الابنة البكر لآلئ، والثانية جواهر، ولكن الثالثة وكان اسمها ليلي قالت: يا أبي العزيز، أنا أتمنى أن تحضر لي وردة. ولكن في ذلك التوقيت لم يكن من السهل العثور على وردة، لأنه كان في منتصف الشتاء، ولكنها كانت ألطف بناته وكانت مغرمة جدا بالزهور. فقال والدها إنه سيرى ما يمكنه فعله، وقبل الثلاثة وودعهن. وعندما حان وقت عودته إلى المنزل اشترى لآلئ ومجوهرات للكبار، ولكنه سعى في كل مكان دون جدوى ليحصل على وردة. وكان عندما يذهب إلى أي حديقة ويسأل عن أزهار يضحك الناس عليه ويسألوه: هل تنمو الورود في الثلج؟ فحزن كثيرا، لأن ليلي كانت ابنته العزيزة